أنا معايا الأستاذ خالد المجرشي الكاتب والصحفي السعودي. مساء الخير يا أستاذ خالد وأهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ ريهام. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ خالد. ويعني عايزة أعرف كيف ترى ردود الأفعال في دول الخليج بشكل عام وأيضا في السعودية بشكل خاص لمحاولات الوقيعة ما بين مصر وأشقائها في دول الخليج وما بين مصر والإمارات، مصر والسعودية وهكذا. والله يا سادتي ردود الفعل الحمد لله رب العالمين. احنا المجتمع السعودي والشعب الخليجي كان ينتظر هذه التسريبات للاستهزاء والسخرية بها، لأن لما عرف من غباء لهذه الجماعة الإرهابية وردة الفعل الشعبية الجميلة التي هي حالنا دائما من ترابط وثقة سواء في القيادة السعودية والقيادة المصرية والشعبين. فليس مستغرب أن تكون هذه الردة الجميلة، والشعب السعودي والشعب الخليجي هو من رد على هذه التسريبات قبل أن يرد الشعب المصري وقبل أن ترد القيادة المصرية. ونحن دائما مؤدبون في ألفاظنا، ولكن هذا التسريب هذه ردة الفعل أصابت القائمين على هذا التسريب والمنفذين لهذا التسريب بتسريب لا إرادي أفقدهم آخر خيوط للوقيعة بين الشعبين السعودي والمصري والأماراتي، وكلنا شعب واحد. تمام. أنا بشكرك جدا يا أستاذ خالد، ودائما الحقيقة هذه المحاولات بالتأكيد هتفضل مستمرة أو هيحاولوا كل شوية، ولكن احنا واثقين دايما في أشقائنا في كل الدول العربية وفي دول الخليج أيضا. الحقيقة اللي احنا دايما في لحظات يعني في اللحظات الصعبة بنكون مع بعض ولا نستمع أبدا لهذه المحاولات. خلونا نشوف هذا التقرير عن